بحب جدا لما باجي انام بعمل كده زي ما قلت لكم. بالنسبه للاوضه لازم تبقى جواها كويس. كمان ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الفيديو النهارده هقول لكم على حاجه اسمها المي تايم او الكواليتي تايم، يعني الوقت اللي بتقضوه مع نفسكم، الوقت اللي بجوده بقيمه. هقول لكم ايه فكره الموضوع ده وايه اهميته اصلا في حياتنا. هتكلم معاكم على طول وهبتدي في الخطوات. اول حاجه انا جالي، يعني اللي خلاني حبيت اتكلم في حاجه زي كده، ان انا جالي سؤال كده او يعني زي يعني مشكله بسيطه، يعني خلينا نقول. هقول لكم البنت بعتت لي قالت لي ايه. قالت لي بحس اني بعيده عن نفسي ومسحوله من غير ما احس اني انجزت حاجه بحبها، مع اني مش بقعد طول اليوم، فمش لاقيه وقت خالص لنفسها على الرغم ان هي مشغوله وعندها حاجات بتعملها طول الوقت، مش قاعده فاضيه يعني، ورغم كده مش لاقيه اي وقت لنفسها، فمش عارفه تعمل الموضوع ده ازاي. فانا النهارده حبيت اقول لكم شويه افكار. هبتدي معاكم على طول ردي بس على البنت دي، يعني هقوله في نص كده الفيديو. من اهم الحاجات يا جماعه وهي الروتين اليومي اللي هيساعدك انك انت تعرفي تعملي وقت لنفسك. الروتين قد ايه مهم. الناس مش بتحب الروتين وبيتضايقوا منه. احنا حلو ان احنا نكسره طبعا كل فتره، لكن الروتين اكتر حاجه هتنظم لك اليوم، وتلاقي تعرفي ان وانت بترتبي اليوم بتاعك تبقي حاطه لنفسك جزء كده خلال اليوم تعملي فيه الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، اللي هي هتفرق جدا في انجازك اصلا بقيه اليوم وبقيه الايام وفي الاجزاء التانية من حياتك كلها. قد ايه المي تايم ده من اهم الحاجات فعلا. طيب ايه كمان؟ التودو ليست يا جماعه من اهم الحاجات اللي هتفرق معاكم. بمعنى ايه؟ ان انت لما تقعدي نفس فكره الروتين اليومي، ما هو الروتين هيجي منين؟ هي خطوات. بتبداي تجيبي ورقه وقلم تخليهم معاكي كده اول ما تصحي من النوم او من بالليل، بتبداي يعني يا كده يا كده تكتبي انت بالظبط وراكي ايه المفروض تعمليه، الاهم في المهم بالترتيب كده اللي هو المفروض يتعمل، واللي مش ضروري قوي النهارده ممكن يتاجل يعني. دي بتخليكي ان انت بتفضي دماغك من ناحيه من التفكير وتضييع الوقت في ان انت هتبداي بايه وهتخلصي ايه وايه الاهم وايه اللي مش مهم، وكل ده هيترمي في الورقه. وفي نفس الوقت بقى وانت كاتبه كده هتلاقي نفسك بتحطي لنفسك وقت معين هتعملي فيه حاجه معينه من اللي انا هقولها النهارده دي. خلاص. طيب ايه كمان؟ الوقت ده المي تايم ده او الكواليتي تايم ده ممكن نعمل فيه ايه؟ الكواليتي تايم ممكن ننزل نعمل تمارين، ممكن نروح الجيم، ممكن ننزل نمشي، ممكن نعمل تمارين في البيت، نفتح اليوتيوب ونطلع تمارين على حسب احنا عايزين نعمل تمارين بطن مثلا. عندك مشكله في موضوع البطن، عندك مثلا مشكله في اي منطقه عايزه تبداي تعملي تمارين، ما عندكيش مشكله معينه واعملي تمارين عاديه خالص، رياضه مش هتفرق بقى. يعني اعملي مثلا شويه تمارين بطن شويه تمارين رجل، يعني اعملي تشكيله كده كل يوم، اعملي تمارين لمنطقه معينه. ممكن كمان تعملي تمارين المشي في البيت، المشي السريع في البيت وانتي واقفه مكانك، اعملي عليها سيرش برضو على يوتيوب او على جوجل هتلاقي. فده ممكن نعمله في المي تايم، حاجه زي كده. الرياضه قد ايه بتفرز هرمون يا جماعه بيدي طاقه ايجابيه، وبيفرق جدا في نفسيه البني ادم، بيفرق في الطاقه، بيقلل جدا من الطاقه السلبيه، بيخلي الطاقه السلبيه تروح. فالمجهود اللي بتعملوه بجد قد ايه فوائد. سيرش بقى، ادخلوا اعملوا سيرش على جوجل على اهميه الرياضه بتعمل ايه فعلا في جسم البني ادم، يعني ده فعلا مش كلام. ادخلوا على مواقع طبيه كمان هتلاقوا الحاجات دي، يعني المواقع الطبيه بتبقى متكلمه وبيبقى دكاتره فعلا قايلين الحاجات بشكل مظبوط. طيب ايه كمان؟ ردي على البنوته بقى، هقول لها ايه اللي كانت بتقولي بحس اني بعيده عن نفسي ومسحوله وما عنديش وقت والكلام ده كله. حاجه بقى مهمه هي بتغلط فيها. المشكله ان احنا مش بنعرف الناس اللي حوالينا اهميه الوقت بتاعنا مع نفسنا، ومش بنقول لهم الكلام ده وان هم يحترموا الوقت ده. الوقت ده مش لازم يكون 100,000 ساعة، الوقت ده ممكن يكون حاجة بسيطة جدا، بس لازم نفهم اللي حوالينا ان في وقت مش طول الوقت انا افيلبل كده وموجودة. بالنسبة لو انتي متزوجة نفس القصة، لازم تفهمي جوزك الموضوع ده، لازم تفهمي ولادك لو انتي عندك اولاد، لو عايشة في بيت اهلك لازم تفهمي اهلك حاجة زي كده، يحترموا الخصوصية بتاعة الوقت ده. وبقيه اليوم انتي تمام وموجوده والكلام ده كله. فدي اول خطوه هتفرق جدا جدا معاكي. الحاجه اللي بعد كده اللي هقول لكم عليها من ضمن الافكار
وهي لو انت مثلا هفترض ان انت متزوجه وعندك اولاد، الاولاد دول لازم تبقي عامله روتين. هنرجع تاني لموضوع الروتين، نظام. بيناموا في ميعاد معين، بيناموا مثلا الساعه 9، لازم تبقي انت حاطه النظام. في ايام الدراسه ومش في ايام الدراسه، في الاجازه بيناموا في نفس الميعاد. ليه؟ ده علشان يبقى عامل نظام في حياتهم ونظام في حياتك انت كمان، ويطلعوا هم كمان منظمين. ما بيبقوش قاعدين معاكي صاحيين لغايه الفجر، صاحيين سهرانين وانت مش عارفه تعملي حاجه، طول الوقت قاعده مسحوله معاهم، ما ينفعش. فلازم تبقي عامله لهم نظام علشان يبقى هم كمان اشخاص منظمين في حياتهم، وانتي كمان تلاقي وقت تعملي حاجات مفيده في حياتك ايا كان هتعملي ايه لما يناموا. لان طبعا لما بيناموا الدنيا اكيد بتهدى، بتبقى اروق، هتعرفي تشوفي انتي ناويه تعملي ايه، ناويه تتعلمي حاجه معينه، عايزه تعملي عنايه لنفسك بشكل معين. هقول لكم الافكار دلوقتي. فدي من اهم الحاجات، موضوع النوم في ميعاد معين ده، حتى في الاجازه يا جماعه، حتى في الاجازه، عشان الناس بتبوظ الدنيا وتقول لك احنا في اجازه. لا، حتى في الاجازه لازم يبقى في نظام مكمل معاكي ومكمل معاهم هما كمان. طيب ايه كمان؟ بالنسبه مثلا انت دلوقتي لو متزوجه، جوزك بينزل وبيروح يقضي وقت مع نفسه، بيروح يقعد مع اصدقائه، بيروح يلعب بكوره، بيروح يعمل اي حاجه، انت كمان من حقك ان انت تقضي وقت مع نفسك. فبتفهميه حاجه زي كده، بتتكلمي معاه، وهو طبعا يعني بيبقى شخص متفاهم كويس، طبيعي يتفهم حاجه زي كده، ان هو مش هو بس من حقه وانت لا، يعني لا، انت برضه بني ادمه كمان من حقك يبقى عندك وقت تفصلي فيه. خلاص، فزي ما انت بتقعدي بالاولاد دول في البيت وهو بينزل يروح يعمل الحاجه اللي هو حابب يعملها، نفس الكلام اتكلمي معاه وقولي له ان انت حابه تسيبي معاه الاولاد في اليوم مثلا مره كل مثلا، شوفي قد ايه، ظبطي انت الموضوع، ساعه ولا حاجه، تنزلي تعملي حاجه، تروحي بيوتي صالون، تروحي مثلا تقعدي مع اصدقائك، تفصلي شويه وترجعي. خلاص اتفقتوا اوكي، ما فضلش قوي او ما بيعرفش يتعامل مع الاولاد، اماكن الاستضافه دلوقتي ماليه الدنيا، اماكن استضافه تحفه، تبقى فيها العاب وحاجات مسليه وحاجات بيتعلموها وبازل وحاجات كده حلوه جدا. تقدري تودي الاطفال في الاماكن دي بتاعت الاستضافه، وتشوفي انت بقى هتروحي تعملي ايه، هتعملي حاجه من الحاجات اللي هقولك عليها دي، او الحاجات اللي انا قلت عليها في اول الفيديو. فدي افكار بديها لك يعني، علشان دايما المشاكل بتكون كده في الناس اللي عندهم اولاد، فعلا بيبقى التصرف بس غلط، يعني اداره الموقف هي اللي غلط، لكن انتوا ممكن تعملوا كل حاجه وانتوا عندكم اولاد عادي. طيب ايه كمان؟ تنظيم الوقت من الحاجات اللي هتفرق جدا جدا، ليها علاقه بالروتين. فحاولي على قد ما تقدري كده تنظيم الوقت والكلام ده كله، يبقى الاولاد عندهم تمارين معينه بيعملوها عشان يخرجوا فيها الطاقه، فيقدروا ان هم يناموا بشكل كويس. لما تيجي تحاولي ان انت خلاص تعملي لهم نظام في موضوع النوم ده، مهما يحاولوا يقاوحوا معاكي ان هم ما يناموش، ما ينفعش. لازم تبقي عامله نظام. كل الناس اللي عامله نظام في حياتها ماشيه بالطريقه دي. يعني بصي دايما للناس الافضل، ما تبصيش للناس اللي عندهم الدنيا مش متنظمه وسايبينها كده مفتوحه، فعلشان دي مش الطف حاجه فعلا. طيب الحاجه اللي بعد كده ايه هي؟ كمان بالنسبه للموضوع اللي هو ليه علاقه بالمي تايم، الافكار ممكن ان انت ترتبي المكان اللي انت فيه، ترتبي الاوضه، تبقي عامله حاجات لطيفه في الاوضه، تجيبي اباجوره جميله تعمل لك كده اجواء لطيفه اما تبقي رايحه تنامي او ما تبقي حابه تفصلي. برضو النور العالي بيبقى عامل كده ايه، طاقه عاليه، فبرضو لما بتهدي الاضاءه الطاقه بتهدى والدنيا بتهدى وبتبقى اروق كتير. فممكن كمان قبل النوم، المي تايم ده قبل النوم حلو جدا جدا، انك ترتبي السرير، ترتبي الاوضه، تشغلي الاباجوره دي، تبداي ترشي معطر ريحته جميله، ترشي برفيوم ريحته جميله. لو ما عندكيش معطر رشي اي حاجه ريحتها حلوه شغلي بخور، يعني افكار كتير كمان ممكن ان انت تبداي لو عندك الشمع اللي بيبقى بريحه ده برضو حلو جدا، بيبقى حلو قوي في اما باجي اشغله كده بالليل، بيبقى لطيف بصراحه. انتي بقى كمان ممكن تدخلي تاخدي شاور، تحطي بقى العنايه بتاعتك، البادي سبلاش مثلا، تعملي حاجات لشعرك، حمام كريم، حمام زيت، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. روحوا شوفوا بقى بلاي ليست العنايه بالشعر، العنايه بالبشره، العنايه بالجسم اللي انا عاملاه وعندي على الشانل، عشان ما اطولش هنا واقعد اقول تاني افكار، هتلاقوهم كلهم في علامه الاي وتحت في صندوق الوصف سايباهم كلهم. طيب ايه كمان؟ ممكن تشغلي قرآن بصوت واطي، ده المي تايم برضو، ده اللي هو بتفصلي فيه.
المي تايم يا جماعه ممكن تبقي قاعده ساكته فيه بس فقط لا غير، بس ساكته ده لوحده بيخليكي تفصلي اصلا. يعني ممكن مره تبقي كده، مره بتشغلي قران بصوت واطي بيبقى الموضوع لطيف. ممكن كمان لو بتسمعي مزيكا تشغلي مزيكا وتقعدي تشربي حاجه بتحبيها، تشربيها باستجمام من غير ما حد يكلمك، من غير ما الحاجه دي تبرد ويبقى 100 حد بيتكلم معاكي، ما تبقيش مستطعمه اصلا انت بتشربي عشان تخلصي وتقومي. فهو ده المي تايم وده الكواليتي تايم فعلا. طيب كمان ممكن تقعدي تقري كتاب معين، ممكن تقعدي تقري قرآن، ممكن لو انت من الناس اللي بتحب تقرا تقعدي تقري مثلا كتب تطوير عن الذات، تطوير النفس، الثقة بالنفس، حاجات كتير جدا. تتعلمي حاجات عن ان انت تهتمي بنفسك ازاي داخليا وخارجيا. لو ما بتحبيش تقري ممكن تسمعي فيديوهات، دلوقتي نفس الفكرة، فيديوهات سمعيه، يعني الكتب دي تبقى كتب سمعيه، او تسمعي فيديوهات بقى زي دي، زي اللي انا عاملاها دي، يعني تخشي تتفرجي على قناتي. ده حل طبعا لطيف جدا. فده برضو بيخليكي تتعلمي حاجه بس عن طريق فيديو. لو مش بتحبي تقري، في ناس ما بتحبش تقرا، بتتعب من القرايه، بتزهق، الكلام ده كله. خلاص كمان المي تايم يا جماعه او الكواليتي تايم ده ممكن تكوني بتعملي فيه العبادات بتاعتك بشكل معين بالليل قبل ما مثلا ما بتنامي، بتقعدي تقولي اذكار معينه، بيبقى الوقت الخاص بالحاجات اللي انت حابه تعمليها دي فيها يعني اختيارات كتيره جدا جدا. ممكن كل يوم تعملي حاجه، يعني ممكن كل يوم تبقى حاجه مختلفه عن اليوم اللي قبله. انا بحب جدا لما باجي انام بعمل كده زي ما قلت لكم. بالنسبه للاوضه لازم تبقى جوها كويس. كمان بحب اطلع مثلا لو عندي اي كوبايه كنت بشرب فيها، لو الباسكت فيه حاجه بحب اطلعه ارميه. كل الكلام ده برضو بيفرق في الجو بتاع الاوضه. بحس انه برضو الحاجات دي بتدي كده طاقه سلبيه في الاوضه. خلاص كمان بحب قوي اقعد اكتب الحاجات اللي ورايا بكره، اجيب التودو ليست واقعد اكتب انا ورايا ايه علشان افصل دماغي، عشان لما اجي انام ما بقاش بفكر كتير. برمي كل ده في الورق. يعني حتى لو حد مزعلكم او انتوا زعلانين من موضوع معين او مشكله معينه اكتبوا. يعني ده فعلا انا كنت سامعه دكتور فعلا قايل الموضوع ده، والموضوع حلو وانا جربته. بيبقى كانكم حكيتوا لحد بس من غير ما تحكوا لحد، وخرجتوا المشاعر السلبيه، كل ده راح في الورق، بيبقى راح في الورق. ولو انت ما يفضلش تسيبي طبعا الورق عشان ما حدش يروح يقراه يعني وبعدين فخدي الورق قطعيها وارميها على طول. بس هتفرق جدا، جربوا بجد وارجعوا قولوا لي في التعليقات. طيب كمان ايه حاجه من الحاجات اللي بعد كده، ان انت ممكن تقعدي تسمعي مسلسل كده بروقان، تسمعي مثلا فيلم لو انت بتتابعي مسلسلات او افلام، تقعدي كده ان انت تستجمي، بتتابعي حاجه، بتتابعي برنامج ايا كان. يعني انا بديكوا افكار وانتوا على حسب بقى ستايل حياتكم. طيب كمان من الحاجات اللي هتفرق معاكي جدا اهتمامك بنفسك خارجيا وداخليا. من الحاجات اللي انا قلتها دي انك تتعلمي حاجات عن طريق الفيديوهات، عن طريق القراءة، عن طريق انك بتعملي حاجات لنفسك فعلا لبشرتك. انت لو عملتي ماسك كده كل يوم لبشرتك ده قد ايه هيزود الثقة بالنفس، وهيفرق نفسيا، وهيفرق جدا جدا في الحياة بشكل عام، حياتك بشكل عام، في انجازك بشكل عام. بجد عن تجربة يعني جربوا الحاجات دي والله بجد هتدعولي. كمان ايه الخطوه اللي بعد كده، ان انت لازم توزعي المهام. الناس اللي مش لاقيه وقت في حياتها لنفسها بيحاولوا يعملوا كل حاجه بنفسهم. يا جماعه احنا مش يعني ما ينفعش، مفيش حد بيعمل كل حاجه بنفسه، لازم المهام تتوزع. لو انت عايشه في بيت اهلك نفس الكلام، لو انت متجوزه نفس الكلام، بتوزعي المهام. ده بالنسبه للاطفال. انت لو عندك اطفال من اول سن 3 سنين، اخصائيات التربيه والناس اللي فعلا دارسه الحاجات دي بتقول من 3 سنين لازم تبداي تخلي الاطفال دول يشاركوا في حاجات في البيت، بيعملوا حاجه في البيت بسيطه على قد سنهم، بيتعلموا روح المشاركه من ناحيه، ومن ناحيه بيتعلموا اما بيتربوا على كده بيطلعوا مستقلين فعلا، ما بيبقوش اعتماديين كل حاجه عايزين حد يجيب لهم دي ويعمل لهم دي. وفي نفس الوقت انت كمان بتبقي سويه نفسيا عشان بتبقي موزعه كل الحاجات. انت جزء وزوجك جزء، اهلك جزء. مثلا لو انت عايشه في بيت اهلك الاولاد دول جزء، لان احنا عايشين في نفس البيت فبنتشارك في الحياه. بس كده دي كانت كل حاجه للفيديو. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واتسليتوا منه. اكتبوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو، اكتبوا لي اقتراحات كمان للفيديوهات اللي جايه حابين نتكلم في ايه. انا باخد اغلب الافكار بتاعتي من تعليقاتكم زي ما قلت لكم قبل كده. اشوفكم على خير، استنوني في الفيديو اللي جاي. باي باي.